بسم الله الرحمن الرحيم. قال تعالى في محكم التنزيل: ثم قست قلوبكم من بعد ذلك فهي كالحجارة أو أشد قسوة. إيه الحكاية وإيه الرواية؟ الله لا يحب القلوب القاسية. بيصلوا بيصوموا بيعملوا خيرات، منهم ناس للأسف تصاب بابتلاءات كثيرة ومصائب وأحزان وضيق اليد، وتستغرب بينك وبين نفسك وتسأل نفسك: ماذا ينقصني حتى يفتح الله علي؟ عاوز أقول لك: لابد من مراقبة أفعالك مع الآخرين، الأقرباء منهم والأصدقاء، وحتى جميع من حولك. هل تتعامل معهم بصدق وأمانة؟ ولا أنت بتشغل دماغك عليهم وتفتكر دي شطارة وتعمل نفسك فاهم كل حاجة، والناس مش بيفهموا أي حاجة؟ للأسف أنت اللي مش فاهم، والناس من حولك عارفين كده. المشكلة هنا مش في التعاملات فقط، ولكن لابد أن تعلم هناك عضو خطير وهو الأهم في جسمك، وهو القلب. يا أخي تلاقي قلوب قاسية، مفيش تسامح، قلوب متحجرة لا تعرف الطيبة. تلاقي ده بيتكلم على ده، وده بيطعن فيك من وراك، ولا يخشى الله أبدا. ينتظر وقوعك في أخطاء معه، حتى في الكلام بيقف لك على الكلمة، بالرغم أنت بتتكلم معاه بحسن نية، ولكن لأن قلبه قاسي وجاحد دائما وأبدا بيتعامل معاك بطريقة غير لائقة ويصدك في الكلام. وهنا قال تعالى: نسوا الله فأنساهم أنفسهم. ألاقي بعض الأقارب لا يحتمل بعضهم البعض، حتى الإخوة والأخوات دائما على خلاف مستمر. لا يوجد كلمة التسامح في قاموس الكلمات عندهم. القلوب فيها غل لدرجة إن ممكن تحس إنهم بيكرهوا أنفسهم. إذا حسيت الكلام ده في نفسك، عندك العلاج موجود: أن تذكر الله كثيرا. الذكر بلين القلوب، ودائما وأبدا عطر فمك بذكر الله، وتأكد سوف يصلح الله حالك. فكيف بالله عليك يكون قلبك قاسي مع الناس والله يملكهم وهو خالقهم؟ فكأن قلبك القاسي تعدى على ملك الله. اجبر الناس عشان ربنا يجبرك. وفي مثل قديم بيقول: جبر الخواطر على الله.